لما ألقي في البئر جاءته تسلية، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجاءت المحنة ومعها تسلية. هذه التسلية يحتاج إليها المصاب، هذه التسلية يحتاج إليها المصاب. وكل مصاب يبشر بالعاقبة الحميدة إن صبر، كل مصاب. ولهذا يسلى كل مصاب، يعني لا يقال هنا يوسف عليه السلام سلي بأوحينا إليه لتنبئنهم. كل مصاب إن صبر يبشر بالعاقبة الحميدة والمآل الطيب في دنيا وأخرى. ولهذا أمرنا أن نبشر الصابرين، أمرنا أن نبشر وبشر الصابرين. ولهذا يعني الإنسان عندما يصاب في ماله، في فقد ولده، فقد محبوب عليه، مثل ما قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال وبشر الصابرين، وحدد نوع البشارة وإلا أطلقها؟ أطلق. والقاعدة عند العلماء أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم. الآن قالوا بشر الصابرين، ما قال مثلا بالجنة، ما قال مثلا مثلا راحة في الدنيا أو نعيم في الدنيا أو ما حدد، قال بشر الصابرين، فيتناول البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة. فكل صابر على شدته ومصابه له البشارة، وهذه تسلية له. ولهذا يعد قوله تعالى وبشر الصابرين تسلية لجميع من أصيب بمصيبة. وأحد العلماء له كتاب اسمه تسلية المصاب، أحد علماء الحنابلة مطبوع له كتاب تسلية المصاب، عمدته فيه وبشر الصابرين. هذه عمدة في الباب. ولهذا ينبغي أن تكون حاضرة عند المصيبة حتى يتحلى في الصبر فيفوز بماذا؟ بالبشارة. لكن سبحان الله لو أنه لم يتحلى بالصبر تكون خسارته من أين؟ من صوبين على عمارة الإماراتية الحلوة هذه، من جهتين. الجهة الأولى الشيء اللي خسره، والشيء الثاني فقد البشارة. لكن إن صبر فيه عوض، لأن كلمة بشارة فيها العوض وفيها الثواب، وهو أعظم ثواب الله سبحانه وتعالى الذي أعده للصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عمر بن الخطاب قرأ الآية وقال نعم العدلان ونعمة العلاوة، لأن البعير إذا حمل فيه عدلان تحمل، فإذا ملئت وزيد له أيضا فوق سنامه أيضا علاوة على ذلك، قال نعم العدلان ونعمة العلاوة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذان عدلان، وعلاوة على ذلك أولئك هم المهتدون.